عملت لعبتك على الكمبيوتر حلو جدا، بس دلوقتي جه وقت انك تطلعها للنور تخليها تشتغل على الموبايل. في الفيديو ده هشرح لك خطوة بخطوة وبشكل بسيط ازاي تحول لعبتك من الكمبيوتر لموبايل اندرويد عشان تقدر تشغلها على تليفونك وتختبرها بنفسك. لو دي اول مرة ليك متقلقش، هتمشي معايا خطوة بخطوة لحد ما تشوف لعبتك شغالة على الموبايل قدام عينك. ويلا بينا نبدأ. اول حاجة بعد ما تفتح جوجل تكتب how to export from Godot 4 to Android. بعديها هتروح عند أول موقع، هسيب لكم رابط الوثيقة دي في الوصف. تلاقي هنا Open GDK 17، تضغط على اللينك ده، تختار نظام التشغيل ويندوز، تختار 64، تختار GDK، تختار 17 زي ما هو قالك في الوثيقة. تضغط على دي، وما اشتغلتش عندك هتضطر تستخدم VPN. وبعد ما يتحمل معاك تضغط عليه تو كليك، يبدأ يشتغل معاك. تضغط على نيكست هنا، نيكست، يبقى هنا نيكست. ده المكان اللي يبقى فيه بروجرام فايلز وهكذا. ممكن تعمله براوس عند اي مكان انت عايزه. بعدها تضغط على نيكست انستول، تستنى لغاية ما يخلص. وبعد ما يخلص هتضغط على فينيش. تعالى يلا نروح على الحاجة التانية. وبعدها نرجع للوثيقة بتاعتنا، يقول لنا الخطوة التانية داونلود ذا اندرويد ستوديو اللي هو SDK. نضغط على الرابط اللي هو حاطته لنا هنا، تضغط داونلود اندرويد ستوديو، تنزل شوية تحت تضغط على دي، تعمل داونلود. وبعد ما يحمل معاك تضغط عليه تو كليك، هيبدأ يحمل معاك زي ما انت شايف. تضغط يس، بعدها نيكست، نيكست، ده المكان اللي هيتحط فيه. نيكست انستول. هيبدأ يحمل. بعديها لازم تتأكد ان هو يعمل ستارت اندرويد ستوديو، بعدها تعمل فينيش. هيفتح معاك كده، هتعمل كانسل، تعمل اوك، تروح عند مور اكشنز SDK مانجر. هتلاقي في خطأ عشان انت لازم تحدد الاندرويد SDK لوكيشن. هتروح عند الايديت، عند علامة الملف دي، وتختار الملف اللي انت عايزه. مثلا اختار الملف ده، ولازم تحطه في هارد يكون فيه مساحة حلوة. بعدها تعمل نيكست، نيكست، نيكست. استنى بقى لغاية ما يخلص. بعد ما يخلص هتلاقيه بالشكل ده، تضغط على فينيش. تبدأ بقى تختار زي ما هو قايل لك في الوثيقة. تعال نروح اندرويد SDK بلاتفورم تولز الفيرجن 34. SDK تولز اهو، هو ده. تلاقيه متعلم عندك. هتشيل دي برضو، مش عايزينها. وبعدين نيجي تاني اندرويد SDK بيلد 34، 34. شيل دي ودي، 34 الكاملة، 34 الكاملة. تمام. دي نيجي عند اندرويد SDK بلاتفورم 34، SDK بلاتفورم. نضغط دي عشان نشوف اللي جوه. ننزل اهو اندرويد SDK بلاتفورم 34. تمام. بعديها اندرويد SDK كوماند ليتست اهو، هنختار ليتست. وبعديها سي ميك الفيرجن 3.10.2، سي ميك 3.10. انزل تحت شوية، 3.10.2 اهي، اضغط عليها. بعديها ال NDK الفيرجن 23.2.85، ال NDK
23 اهو 23.2.85. كده هما كام حاجة؟ 1 1 2 3 4 5 وهنا واحدة اهي. تمام، يبقى 6. تيجي عند الوثيقة، 1 أدا 2 أدا 3 أدا 4 أدا 5 أدا 6. تمام، نروح بقى ونضغط على ابلاي. هو تعمل اوك، هيبدأ يحمل. استنى بقى لغاية ما يحمل، وبعد ما يخلص هتضغط على فينيش. تضغط بقى هنا تقفله خالص كده، ما عدناش محتاجين. تعالى يلا نفتح المشروع اللي احنا عايزين نحوله لاندرويد. بعد ما نفتح المشروع اللي احنا عايزين نحوله للموبايل، روح عند اديتور سيتنج، وتبحث عند اندرويد. اندرويد اهو، اهو. عندك اندرويد اس دي كي والجافا اس دي كي. نبحث عن الجافا، تحط هنا عند احنا في سي، نفس المكان اللي احنا حاطينه. تبحث عن شوية لتحت. ممكن تروح عند الملفات، عند السي بروجرام فايلز، وتروح عند ده. بعديها اهو الجي دي كي، تخش جوه وتاخد المسار ده. تضغط كليك يمين كوبي، تروح عند جدد هنا، لغة الملف ده المسار اهو. تعمل سيلكت فولدر، تيجي هنا، تروح عند الهارد بتاعك، تبحث عن الاس اندرويد اس دي كي. تضغط هنا، وبعديها تروح عند الاديتور تاني، تروح عند مانج اكسبورت تمبلتس، تعمل داونلود اند انستول. تستنى لغاية ما يحمل. بعد ما يتحمل معاك هتلاقيه بالشكل ده. تقفل دي بقى وتروح عند بروجكت اكسبورت هنا، تلاقي النيم حاجة غلط. فين؟ دور على النيم. اه، هتشيل علامة الدولار ساين دي، تلاقيها بقت تمام. بنسميها اي حاجة، سيبها كده عادي. هتبقى في مشكلة تانية لو عملت اد ويندوز، تلاقي في مشكلة، تلاقي في مشكلة زي دي. تعال نحلها في طريقنا. تروح عند اديتور سيتنج، تروح عند ويندوز اهو، ويندوز دي، هي دي هسيب لكم رابط الملف ده في الوصف. اهي هو ده، تضغط عليه اوبن، يبقى شغال. تروح بقى عند بروجكت اكسبورت ويندوز، ما عادش فيه اي خطأ. تعالى بقى نجرب اللعبة قبل ما نعمل لها اصدار نهائي. لازم بقى تفعل خاصية المطور عشان نعرف نجرب اللعبة قبل ما نعمل لها تكون على الموبايل. هتكتب في اليوتيوب تفعيل خاصية المطور في موبايل، نوع موبايلك بقى. بعد ما تفعلها هتجيب اي سلك يو اس بي يعني، تحطه في اللابتوب، وبعدها تحطه في الموبايل. زي ما انت شايف هتلاقيها نورت معاك هنا. تضغط على البتاع عندك،
انت بعد ما تفعل خاصية المطور هتروح عندها وتعمل تصحيح اخطاء اليو اس بي. هعرض لك الصورة عليها. تمام. بعدها تختار النوع بتاعك تشغله، هيبدأ يشغل اللعبة. تعالى يلا عشان نعمل النسخة النهائية أو اللي بيسموها ريليز فيرجن. تروح عند بروجكت اكسبورت اندرويد اهي، وتعمل اكسبورت بروجكت، تشيل دي، تروح مثلا هنا تعمل نيو فولدر سميه جيم والاوك سيف. يبدأ يشتغل معاك اهو. يقولك ان في مشكلة ان هو ما قرأش الكي ستور. روح للوثيقة بتاعتنا، ننزل تحت، ننزل تحت تلاقي الكود ده، تضغط عليه كوبي، تروح عند المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الكي ستور، تيجي هنا، تمام، تعمل كنترول دي انتر، تضغط 1 2 3 او 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. تكتب بقى اي حاجة، معلومات اللعبة. اما انا هكتب اي حاجة عشان دي تجربة، اسم الكانتري واللوكيشن. تكتب يس، زي ما علامة الماينس دي هتلاقي كي ستور اهو، ماي جيم دوت كي ستور. بعدين نرجع للمحرك بروجكت اكسبورت، عند الريليز تضغط هنا، تروح عند المكان اللي انت حفظت فيه كي ستور اهو، تكتب ريليز يوزر، تكتب ماي جيم، تكتب 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. بعدين تعمل اكسبورت بروجكت، تغير دي فيرجن 10 مثلا، فيرجن 10، تعمل سيف، تعمل كرييتنج اي بي كي فود، اشتغل. روح عند التيكمنتس جيم، هما دول اهم. تمام. جيب بقى الموبايل في السلك وتنقلهم وبس. سلام.